بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، وحشني جدا جدا جدا. وعلى قد ما أنا فرحان إن السنة هتخلص وهفرح بيكم وبدرجاتكم ومستناها على أحر من الجمر، على قد ما أنا زعلان إن أنا هسيبكم فترة طويلة، فترة الأجازة، وهتوحشوني أكتر وأكتر. إحنا النهاردة إن شاء الله هنبتدي نحل ال10 امتحانات اللي في آخر كتاب الوزارة، لأن ال10 امتحانات في آخر كتاب الوزارة دول تقريبا بيشتملوا على معظم أجزاء المنهج وما بيخرجش عنهم الامتحان في الغالب. فهنحاول إن إحنا نركز فيهم، وعايز كل طالب قبل ما يحل أي سؤال يقراه مرة واثنين وثلاثة. حكايه المراجعه ديت بعض الطلبه كتير بتستهون بيها. المراجعه مهمه جدا جدا جدا، وبشوف في الامتحان ساعات الطالب يبقى قاعد ونقول له راجع راجع راجع، وهو مصمم انه حلل صح من كتر الثقه ومن كتر ما هو شاطر، واول ما يخرج يقوم قال له هي ديت، ده انا كنت عارفها، قال له هي ديت، ده انا شطبت عليها. فعشان خاطرش قبل ما تحل اي حاجه براحتك خالص، وحل براحتك وراجع مره واثنين وثلاثه، وكانك بتقرا السؤال لاول مره في كل مره. لما هنيجي على النموذج الاول هنلاقي مكتوب امامك خريطه، ده سؤال مضمون، يعني حكايه انك هتلاقي قدامك خريطه دي حاجه مفيش فيها جدال. خلاص، الخريطه ديت هيبقى فيها في الغالب بحر ومحيط ومضيق وشويه دول. عندنا هنا واحد البحر. بص، قبل ما تحط البحر شوف واحد محطوط فين. واحد محطوط اهوت في البحر المتوسط، يبقى ده البحر المتوسط. اتنين مكتوب المحيط، اهو نبص على اتنين فين اهو، طبعا شطار، المحيط الاطلنطي. تلاتة اولى الدول في انتاج الشعير، ما تسرعش، حتى لو انا حافظها وعارف كويس انها المغرب برضو ما تسرعش. اشوف تلاتة فين، تلاتة هيت المغرب. طيب اربعة اولى الدول انتاجا للتمر، انا عارف كويس ان انتوا شطار وعارفين ان كلها العراق، بس برضو مش هكتب العراق، ابص الاول اشوف هو حاطط فين اهيت، يبقى 4 العراق. 5 اولى الدول انتاجا للحديد، كلنا طبعا حافظين ان اولى الدول في انتاج الحديد موريتانيا، بس مش هنكتب موريتانيا، نبص الاول نشوف فين 5 موريتانيا. يبقى انا عندي حاجتين لازم استدل بيهم، الرقم اللي في الخريطه والمعلومه اللي هو جايبها لي، اولى الدول في كذا. طب انا حافظها ما اكتبهاش برضه، اروح هنا لعل وعسى اكون اتلخبطت فيها، يبقى هو هنا بيأكد لي مره ثانيه. تمام كده؟ طيب 6 دوله وسابها ساكته، طبعا 6 ديت اللي هي دوله السودان. يبقى انا عرفت كده عند البحر المتوسط، وعند المحيط الاطلنطي، وعندي اولى الدول في انتاج الشعير اللي هي المغرب، وعندي اولى الدول في انتاج التمر اللي هي العراق، وعندي اولى الدول في انتاج الحديد اللي هي موريتانيا، وعندي اولى الدول في انتاج او السودان اللي هي مشهوره طبعا بالاغنام والماعز والحيوانات والمراعي والحاجات ديت. نيجي على السؤال الاول برضه، ب ما النتائج المترتبه على، هلاقي عندي ب ما النتائج المترتبه على توافر الايدي العامله المدربه في الوطن العربي. طبعا احنا قلنا ان احنا عندنا في الزراعه محتاجين الايدي العامله، في الصناعه محتاجين الايدي العامله، في السياحه محتاجين الايدي العامله. العنصر البشري مهم في كل حاجه، اي حاجه في الدنيا، سواء زراعه صناعه اقتصاد، اي حاجه في الاقتصاد مهم. يبقى هي عصب الاقتصاد، او هو اهم العناصر البشريه في الزراعه والصناعه والتجاره والسياحه، فبدونه لا تتم العمليه التجاريه او الاقتصاديه. ما النتائج المترتبه على انشاء جامعه الدول العربيه سنه 1945؟ في السؤال ده هو عاوزني اقول له اقول له جامعه الدول ديت اهدافها ايه اللي ترتب، يعني ايه اللي حصل لما هي حصلت. 1 تنسيق العلاقات بين الدول العربيه. 2 تحقيق التعاون بين الدول العربيه في المجالات المختلفه. 3 العمل على انشاء عدد من المؤسسات والمنظمات تعمل على دعم التكامل. يعني انا عملت شويه منظمات ومؤسسات زي زي مؤسسه الوحده الاقتصاديه، والمؤسسه بتاعه الزراعه، ومنظمه الصناعه، ومنظمه السياحه. المنظمات دي كلها عملتها فين واحنا قاعدين في جامعه الدول العربيه. يبقى انا نسقت وحققت وانشات، نسقت العلاقات وحققت التعاون وانشات مؤسسات في كافه المجالات. سهله؟ اظن كده بقت سهله كتير. تنسيق علاقات بين الدول العربية، تحقيق تعاون بين الدول العربية، إنشاء مؤسسات ومنظمات عشان تكمل الدول العربية بعضها البعض. نيجي للسؤال اللي بعده، السؤال الثاني. السؤال الثاني، بما تفسر عدم كفاية إنتاج القمح لحاجة السكان. سؤال سهل جدا، أي حاجة تيجي تقول لي عدم كفاية
اقول له عشان احنا بننتج قليل وبنستهلك كتير، احنا قاعدين 10 انفار في الاوضه، جالنا 3 سندوتشات مش هيكفونا لان احنا بناكل كتير ولان السندوتشات قليله. نفس الفكره بالظبط بس كبرها شويه. القمح بيجي مصر قليل واحنا كتير فمش بيكفينا. 2، شهرة الإبل العربية. طبعا احنا كلنا بنشوف في التلفزيون المسابقات اللي بتتعمل بالجمال اللي هي الإبل. يبقى يتميز وطننا العربي بوجود الإبل ذات الشهرة الكبيرة التي تدخل في سباق الهجن. وسباق الهجن ده هو رياضة شعبية بتمارس في الوطن العربي، وبيبقى فيها الجمال بتتسابق وبتوصل سرعتها لأكثر من 64 كيلومتر في الساعة. يبقى أنا هقول له لأنها بتدخل في سباق الهجن. تمام؟ تمام قوي. نيجي للسؤال رقم 3. قلة إنتاج الأسماك في الوطن العربي. بما تفسر يا أولاد يعني ليه؟ بما تفسر يعني ليه؟ لما يجي لك كلمة بما تفسر قوم كاتب جنبها كده ليه؟ ليه قلة إنتاج الأسماك في الوطن العربي؟ يعني الراجل ده أهو عايزني أقول له إيه المشاكل اللي بتقابل الصيادين؟ أقول له 1، الصيادين بيستخدموا أساليب بدائية فبالتالي ما بيصطادوش كتير زي الجماعة بتوع أوروبا. 2، المية بتبقى ملوثة، يعني عندنا مثلا البحر المتوسط ده أكبر نسبة سفن في العالم بتعدي فيه، فكله بيرمي فيه بقى الزيت والنفايات والمخلفات والحاجات ديت، فده طبعا بيأثر على إيه؟ على الأسماك. أضف إلى ذلك بقى البحيرات اللي هي جوه مصر، تمام؟ والحاجات دي. 3، ترك الصيادين لحرفة الصيد، لأن في أيام بيبقى ما فيش فيها سمك، او لان في ايام ما بيحصلوش منها ايه الدخل المناسب اللي يساعدهم على حياه كريمه، فبالتالي بيلجأوا للصناعه او استخراج البترول. 4، الصيد في الاوقات الممنوعه. في اوقات ممنوعه السمك بقى فيها لسه صغير، لو احنا اصطادناه السمك الكبير مش هيلاقي حاجه ياكلها فهيموت، يبقى احنا خدنا الصغير ما استفدناش منه والكبير مات. فاحنا بنمنع الصيد في اوقات. وفي صيادين بقى بتروح تستخدم الشباك الضيقه. الشباك الضيقه دي طبعا بتجيب الصغير وزي ما قلت لك بايه؟ بتحرم السمك الكبير من طعام. طيب، تخلف وسائل نقل وحفظ الاسماك. تخلف وسائل نقل وحفظ الاسماك، يبقى كده 5 اسباب. اول حاجه تخلف وسائل نقل وحفظ الاسماك. تاني حاجه استخدام الصيادين وسائل متخلفه في الصيد او وسائل بدائيه. بعد كده نروح للميه نلاقي الميه ملوثه. نروح للصيادين نلاقيهم بيسيبوا الحرفة ويروحوا يشتغلوا في الصناعة والبترول. نروح للصيد نلاقيه في أوقات ممنوعة وشباك ضيقة. لما أجي أقول 4، الأهمية الاقتصادية للبترول في الوطن العربي. بما تفسر ليه البترول في الوطن العربي ليه أهمية أصلا؟ قال لك البترول في الوطن العربي ليه أهمية لأن هو بيعتبر أهم مصادر الطاقة اللي بتدور بيه حركة الحياة، ومن أجله بتدور الصراعات والحروب. فبنستخدمه في إدارة المصانع والعربيات والطيارات اللي هي وسائل النقل، وبنستخرج منه مشتقات متنوعة زي السولار والبنزين، وبيدخل بعض مشتقاته في الصناعات زي الكيماويات والألياف الصناعية، ويعتبر مصدر مهم جدا 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 بل رئيسي لدخل السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات اللي هي دول إيه؟ الخليج. نيجي لآخر حاجة رقم 5، أهمية الصناعة. ما هي أهمية الصناعة؟ سد حاجة السكان من المواد المختلفة، زي الزراعة ما كانت بتسد حاجتنا من إن إحنا محتاجين لمواد غذائية، دي بتسد حاجتنا من إن إحنا محتاجين لمواد صناعية. زيادة قيمة المواد الخام من خلال التصنيع. قلنا إن إحنا عندنا كيلو قطن ب 3-4 جنيه، ممكن نعمل منه قميص ب 200 جنيه ولا ب 150 جنيه. زيادة قيمة المواد الخام من خلال التصنيع وتوفير فرص عمل للشباب. طبعا معظم الناس بتشتغل في مصانع فربنا بيرزقهم بدخل محترم يقدروا يفتحوا منه بيت، يبقى كده وفرت فرصة عمل. تساهم بنحو 48% و8 من الناتج القومي.